من نفسك تصلي إله يسعدك. يا حبيبتي ربنا يكرمك، انا عايزه اعرف ما بتلبسيش في اوضتك ليه؟ هنا طراوه. ده الجو متلج، حرام عليكي، ده ساعه الصبح دي بتبقى تلج، بتطلعي لي هدومك ترميها في كل حته كده ليه؟ ما تلبسي في اوضتك وتطلعي زي اختك. مالك؟ ما تعرفيش؟ المهم ان انت اتوضيتي. انت يا بنتي انت اتوضيتي صح؟ طيب خدي 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 برضو تاني. لا يا ماما اجري حطي في اوضتك، يا اما هتلاقيه بجد في الجنينه. بشوفي بقى هو نصيبه، اي حد ياخده. بتصحى تبهدل لي الدنيا، وكتبها بقى مرميه في كل البيت. يعني ادي كتاب اهو، وفي كتابين على السفره، والدنيا بايظه. سرحي شعرك بقى، روحي اجري وصلي. على قد ما هي نظيفه جدا واكتر واحده بتنظف معايا في البيت، على قد ما هي اكتر واحده بتقلب كيان البيت. مش عارفه، هدومها مرميه في كل حته، كتبها في كل حته، ما ترجع من المدرسه شرباتها. ربنا يهدي. اعمل لك سندوتشات يا ماما؟ انا بسالها عشان عارفه بتمشي من غير فطار. انا مش عارفه الناس اللي بتعمل لانش بوكس ده، العيال بيودوا اللانش بوكس فين؟ هو انتي ما بتفطريش ليه؟ طب اعمل لك سندوتش صغنن؟ ما انتي بتقولي لا، ولما انا بعمل لك وباكلك غصب بتاكل، صح؟ هعمل لك سندوتش ماشي؟ يلا. شوفوا بقى، انا بقعد احايل الصبح علشان خاطر تفطر، بس الميزه ان احنا الحمد لله ما عندناش اللي هو لا لازم عيش فينو، انا مش هفطر غير عيش فينو. فاحنا الموجود الحمد لله بنمشي بيه، عيش بلدي شغال، عيش فينو شغال، قرصه. وهنا انا كنت لابسه شرب الخدامين اللي كانت لابسه اسراء، احنا بنتناوبوا مع بعض عادي يعني. سرحي لي شعري، قلت لها لا سرحي لنفسك. بس على فكره لما العيل بيقول لا الصبح بتبقى نفسه مسدوده، بس لما بتجربوا معاه كده بحاجه صغيره بتبدا نفسه تتفتح وياكل له سندوتش الصبح، احسن ما يمشي على الريق خالص من غير اي حاجه. يفضل بقى طول ما هو قاعد في الفصل دايخ ومهبط، مش عايز يلعب، لا عايز ينام موخم كده. لا يبقى صاحي ومصحصح كده ونشيط، عشان حتى لو اتقالت له اي معلومه يستقبلها، ما يبقاش حاسس نفسه كده في خمول. طبعا الصبح انا لازم اعمل كده مع انها كبيره، يعني المفروض تفطر لوحديها، بس بتسيب لي السندوتش وبتمشي. الاقيه بقى مرمي على السفره، مرمي في المطبخ جوه. ايه ده انت ما اكلتيش؟ نسيته. فده اجباري بقى الصبح، لانها بتصعب عليا، اللي هو عملت لي نخله في راسها اهي. بتصعب عليا لان هي بتطلع 1:15 من المدرسه، على بال ما بتيجي هنا تغير هدومها بترجع درس تاني، فبتفضل يا عيني كده طول اليوم من درس لدرس لاخر اليوم. بقى تيجي فين دي بالذات، فين لما بتقول لي انا جعانه، ما كملتش باقي تسريحتها وقالت لي سرحي لي انت انا مش قادره. فبتاكل بقى هي لوحديها، وانا بعمل تسريحه روبانزل اللي هي اللهم صل على النبي يعني. ربنا يهديهم ويحفظهم يا رب، ويكبر بخاطرنا فيهم، اللهم امين. داري بقى كلت السندوتش، قلت لها هعمل لك تاني، قالت لي ايه؟ قالت لي ماشي، لكن ما رضيتش تاكل التاني، سابتهولي. قالت لي خلاص كده انا اكلت زي ما انت قلتي لي خلاص. عشان كده لازم الصبح، يعني ممكن ناس تعترضني وتقول لي دي كبيره ازاي ما تقعدي تاكليها كده في ايديكي واحده واحده. والله كبيره بس بتسيب لي السندوتشات، ما ترضاش تاخدها، ولو راحت بيها المدرسه بترجع بيها، تقول لها انا فضلت العب مع اصحابي ونسيتها. ما تفهموش بقى، بتروح سندوتش بصوا اي محايله ما رضتش تاخد، خدت الطماطم وسابت لي السندوتش. ربنا يهدي ولادنا جميعا يا رب. يلا كلي السندوتش ده بقى، ها وريني الجمال يا اختي. ايه؟ حطي يا اختي، حطي اللي نفسك فيه. ايوه كده اتلمت جميله، غزاله غزاله، شطوره يا قلبي. عسل عسل عسل، سكر.